ساعة. لكن في كتير ناس بتسألني او بتخاف من تدريب الشباب اللي في السن الصغير. عشان كده النهاردة بنقدم حلقة خاصة عن الرياضة للشباب تحت 18 سنة. في البداية بنعمل تمرينات الإحماء لتمرينات الوسط والخصر. ده إذا كان التمرين بالأجهزة. في مرات جاية، حلقات جاية إن شاء الله بقدم لكم تمرينات بأدوات دمبلز والبار بالحديد الحر. يعني في الغالب بنعمل تكرارات دي تكرارات كبيرة عالية، يعني ممكن من أقل حاجة 20 تكرار. بعد ما بنعمل تمرينات الوسط، وده طبعا حسب الحاجة، إذا كان محتاج لتخفيف الشحم من على الوسط فبنركز في البداية على تمرينات الوسط عشان نزيل الشحوم من على الوسط، وبنديله تكرارات أعلى وعدد مجموعات أكتر. أعزائي المشاهدين، زي ما احنا شايفين بنبدأ دايما تمرينات البرنامج بتاعنا حتى لو لاعب ما فيش عنده شحوم زيادة، بحب دايما نبدأ بتمرينات البطن. طب ليه بنبدأ تمرينات البطن في الأول؟ في الحقيقة احنا بنعتمد مبدأ الأولوية. إذا كان بتبدأ تمرين البطن في الأول فبقى عضلات البطن تستفيد إذا ما كانش فيه شحم. إذا كان فيه شحم فبتزال بسرعة أكتر من لو أخرتها لوقت تاني. ومن ناحية تانية بتعمل عملية إحماء للفقرات القطنية في الظهر اللي بتستعملها في كل تمريناتك أثناء البرنامج. من التمرينات المفيدة جدا تمرين الطحن ده عشان عضلات البطن العلوية اللي فوق الجزء العلوي من المعدة. أعزائي المشاهدين، بنلاحظ ان تمرينات العقلة بعطيها للشباب اللي تحت سن 18 سنة. تمرين العقلة له فوائد كتير، بيقوي او بيفيد عضلات المجنص، وبيعتبر اعظم تمرين لعضلات المجنص، يعني البطان والظهر، عرض الظهر. بالاضافة انه بيساعد بنسبة معقولة ليطول جسم الشباب اللي في مرحلة النمو. زي ما شفنا التمرين العقلة، التعلق على البار له فوائد كتير، بيفيد فعلا بنسبة معقولة. كتير من خبراء التربية الرياضية بينصحوا بالعقلة للسن أقل من 18 سنة. من التمرينات المفيدة كمان تساعد على زيادة الطول تمرينات السحب. دايما بركز للاعبين الناشئين تحت 18 سنة لتمرينات السحب، سواء السحب الخلفي بالشكل ده، في نفس الوقت بتنمي عضلات البطان والمجنص، يعني بتعمل عرض للظهر. نفس التمرين الظهر بنركز في البداية زي ما اتفقنا تمرينات السحب. التمرين ده من تمرينات السحب المفيدة لعضلات الظهر اللي جنب العمود الفقري، بتنمي عضلات الظهر، يعني بصورة أوضح بتعمل عرض أو سمك الظهر من الصدر للظهر، وبتدي شكل جميل لعضلات الظهر في العرض، في عرض كمان الأجسام. من ضمن تمرينات الظهر اللي ممكن نعملها للناشئين تحت
18 سنة، تمرين السحب أسفل من وضع الجلوس. زي ما احنا شايفين تمرينات طبعا اللي بيحتاج تنمية عضلات بتختلف عن تمرينات اللاعب اللي بيحتاج لتخفيف الوزن. اللاعب اللي احنا شايفينه ده لاعب مبتدئ، وبكرر مرة تانية مفيش خوف من رياضة كمال الأجسام على النمو اللاعبين في السن المبكر تحت 18 سنة. من البرامج او تمرينات البرنامج الاول، البرامج الاوليه اللي بنعملها للناشئين في الغالب تمرين البايسبس بالبار. ده بينمي عضله البايسبس، العضله ثنائيه الرؤوس، العضله الاماميه للدراع. برضو بنفس الطريقه قبضه اليد بمسافه متوسطه، ترفع دراعك امام صدرك ببطء بالشكل ده. بتحاول دايما، ملحوظه دايما بقولها للاعبين، تنظيم التنفس. نظم التنفس، ما بتتعبش وبتستفيد كويس، والاكسجين بيدخل للعضله يساعدها على التنميه. أعزائي المشاهدين، في الغالب أو تمرينات المبتدئين بننهي البرنامج بالترايسبس. زي ما اتفقنا وقلنا دايما برامجنا في النهاية البايسبس والترايسبس، تمرينات الدراع. ما بنقدرش نلعبها في الأول. ليه؟ عشان إذا لعبت تمرينات الدراع في البداية دراعك بيجهد، فمش هتقدر تلعب للبنش، مش هتقدر تلعب للكتاف، مش هتقدر تلعب للصدر، للاكتاف والظهر، لاي تمرين، لاي تمرين بعد كده مش هتعرف تلعب. دلوقتي زي ما احنا شايفين الكابتن فهد بيشرح للاعب مبتدئ، طبعا واضح انه اقل من 18 سنه، وبيوري له الطريقه الصحيحه للتدريب لعضله الترايسبس. ده كان اخر تمرين عندنا في حلقه اليوم، وان شاء الله هنشرح لكم في حلقات ثانيه تمرينات الصدر والاكتاف وبرنامج مختلف.